يقول لك كتاف الراجل بالدنيا، كتافه بس، كتاف الراجل، ما بالك بقى. كتاف ايه يا بت اللي بتتكلمي عليها دي؟ يا بت اسكتي شوي، يا بت تبطي وتهدي شوي. جبت لنا جلطة وهتجيبي لنا كل الأمراض، حرام عليكي، الضغط ارتفع. بطل استفزاز فينا، الحياة مستفزنا بما فيه الكفاية، حسي بقى بالبشر شوية. وانت حد مسلطك علينا؟ ما احنا عندنا كتاف، وكتاف بتشيل وبتشيل كتير قوي، ياما شيلنا ولسه هنشيل، ربنا يهديك يا بعيدة. ولما الكتاف والركب والرجلين والراس والكل عاجبك قوي يا اختي كده فيه، ها تعبتي خطيبك ليه؟ ده خطيبك بيشتكي منك، قرب يولع. فاكره يا بت لما كان خطيبك بيجيب لك الورده كنت تقولي له ايه الفقر ده، ايه القرف اللي انت جايبهولي ده، شليت الراجل. وفاكره لما كان يتاخر عليك في الاتصال شويه وتتصلي بيه تقولي له انت فين ياض ما كلمتنيش ليه؟ هو ده بقى التعامل بالاسلوب الشتوي والصيف ومش عارف مدرك ايه اللي انت بتقولي عليه ده. يا بت ده انت كرهتيه في صنف الحريم كلها، يا وليه يا وليه اتهدي شويه. يا بنت هتخربي البيوت العمرانة، خليت الرجالة كلها تقوم على حريمها، واللي عايز الواحدة تهننه وتشتكوا، واللي اتكلموا بالشتوي واللي اتكلموا بالصيف وبالربيعي ومش عارفة ايه، وبعدين فيكي يعني، وبعدين فيكي سيب الناس في الهم اللي هي فيه. يا خرابي منك يا ناس، يا ناس حد يشوف لها عريس علشان تشوف الشتوي والصيف وتشوف كل الألوان. كده إلى كل الرجال ما تسمعوش كلام الست دي، لأن كلامها كله غير حياتها خالص وغير تصرفاتها الشخصية. الست دي عايزة تخرب بيوتكم، خلوا بالكم منها. الستات برضو ما فيش مانع ان انت تعاملي زوجك معاملة كويسة كده وتبقي حنينة عليه، وربنا يهديكم على بعض.